خليني اقول لك حاجه يمكن تخوفك شويه. احنا مش لاحقين الذكاء الاصطناعي ولا حتى قريبين منه. احنا مش في سباق، احنا في مطاردة. والحقيقة ان الاي اي بيجري اسرع مننا بكتير. من سنة واحدة بس كنا بنقول ان الاي اي بيساعد وان الاي اي بيكتب بس شوية اكواد. دلوقتي بيكتب وبيراجع وبيصحح وبيكرر وبيسبقك احيانا. والمشكلة مش هنا، المشكلة ان سرعته اتطورت وبقت مرعبة. النصيحة اللي كنت بتقولها امبارح ممكن تبقى غلط النهاردة، واللي انت بتتعلمه الاسبوع ده ممكن يبقى اوتوماتيك قبل ما انت تخلصه. خليني اقول لك بصراحة ومن غير تهويل، مدة صلاحية اي نصيحة في المجال ده دلوقتي ممكن تكون اقل من 24 ساعة. يعني على ما الفيديو ده يكون وصل لك تكون النصيحة اللي انا بقولها لك دي ملهاش اي لازمة اصلا. وده مش لان النصيحة وحشة، ده لان الواقع بيتغير اسرع من اي محتوى انا وغيري ممكن نقدمه له. وده مخلي المنافسه مش عادله. انت كمبرمج بتتعلم وبتجرب وبتفهم وبتغلط، الاي اي بيشوف ملايين الامثله في ثواني ومن غير تعب ومن غير شك. فالمنافسه صعبه، وصعبه قوي تفضل تقول انا هتعلم كذا وخلاص، لان السؤال الصح هتعمل ايه لما كذا يبقى اوتوماتيك. وده اللي ناس كتير مش عايزه تواجهه. في ناس لسه بتبيع رود ماب وكورسات ونصايح كأننا لسه في 2020. بس الحقيقة ان اللعبة اتغيرت. مش هتكسب ولا بالكم ولا بالحفظ ولا بعدد اللغات. الاي اي هيكسبك في كل ده من غير ما يحس. اللي لسه ليه قيمة الفهم والقرار والسؤال الصح والقدرة على انك تغير اتجاهك في اي وقت. لو انت بتتعلم وعقلك متعلق بخطة ثابتة او مسار واحد او فريم ورك واحد، انت كده في خطر. مش علشان المجال بيموت، لا، علشان اللي واقف هو اللي بيقع. الذكاء الاصطناعي مش بيستنى حد. اللي فاكر انه هيكمل بنفس العقلية وبنفس النصايح وبنفس الاسلوب هيصحى يلاقي نفسه بره اللعبة من غير ما يحس. الفيديو ده مش عشان يخوفك ولا عشان اقولك تسيب المجال. الفيديو ده علشان تفهم اننا محتاجين نعيد تعريف يعني ايه مبرمج، ويعني ايه تتعلم، وازاي تنافس. احنا فعلا في زمن تقيل، مش للي حافظ ولا اللي ماشي على خطة ثابتة. اللي جاي للي دماغه مرنة وعارف ان اي حاجة ممكن تتغير بكرة الصبح. لو حاسس ان الفيديو ده قال اللي محدش راضي يقوله، اعمل فولو، علشان اللي جاي مش هيديك اجابات جاهزة. اللي جاي هيعلمك ازاي تفضل واقف وسط العاصفة. انا عبد العظيم وجاي اغير طريقة تفكير المبرمجين.